بسم الله وعلى بركة الله. نبداو نهار اليوم. البنات كما راكم تشوفوا راح نديرو مع بعضنا طبق تاع الكالامار يكون محشي بالرز. الطبق هذا بنين، صدقوني بنين هايل. راح نبداو على بركة الله. هنايا جبت الكالامار تاعي بعد ما نظفتو كما راكم تشوفوا. خليت لي بوشات هذوك كما راكم تشوفوا على جيه، والزوائد هذوك والرجلين هذوك حكمتهم قصيتهم صغار. استعملت هنايا المقص باش تجيني الطريقه سهله. قصيتهم كيما راكم تشوفوا طرف صغار. هذو هما اللي راح ندير بهم الحشو تاعي. طيبت كميه من الرز في الماء والملح والقليل من الزيت، ما تكثروش بزاف. طيبتهم مليح كما راكم تشوفوا وضفتوا لهذوك اللي قصيتهم، الزوائد تاع الكلامر اللي قصيتهم. وضفت كميه من لي زيبيس اللي هما فلفل الكحل، راس الحانوت وكزبر وشويه تاع فلفل عكري حلو ولا حار كيما تحبوا. ربيت عليهم سنه تاع ثوم وضفت لهم كميه من البصل اللي كنت قطعته بالطريقه هذيك اللي راكم تشوفوا. هادو هما الخليط تاع الدرسه تاعي بعد ما ضفت له كميه من الهريسه. هنايا انا استعملت الهريسه تاع الدار اللي كنت خدمتها من قبل. خلطها مليح وراح نحشي بها الكالامار. هنا ضفت كميه تاع زيت حوالي 2 مغارف ونحشي الكالامار. كما شفتوا انا ما استعملتش كميه كبيره لاني ناكلو غير انا وزوج تاعي، الاولاد ما يحبوش. لكن انا حوايج تاع البحر كامل كما قلت لكم، وخاصه اللي يتبعوني نموت على حوايج البحر كامل نحبهم. حشيته بالطريقه هذه وراح نقفلهم بلي كيردون. كي يكونوا صغار هكا راح يجيكم ساهل لانه طري يتقفلوا معاكم فاسيلمون. حشيوهم مليح، حشيوهم مليح هذوك هذاك الكلامار نحشيوه بيان ونقفلوه كما قلت لكم بالكيردون هكا باش كي يكونوا طيبوه ما يسيحش الحشو هذاك. المشتركات الجدد اللي انضميتوا معنا والمشتركين نرحب بكم في القناة تاعكم الدار داركم. والمشتركين اللي قدم نقول لكم شكرا على الدعم وشكرا على التعليقات اللي نقراهم بالوحدة. نشكركم بزاف بزاف. هنايا بعد ما كملنا حشيناهم كامل نروحوا للصلصه. هنايا حطيت كميه من الزيت، ضفت كميه من الطماطم المصبره حوالي مغرف كبيره تاع طماطم مصبره، وضفت حوالي 3 سنات ثوم. هكا بالطريقه هذه على نار تكون متوسطه. حركتهم مليح. نحركهم بيان باش هذيك الطماطم تنحالها لاسيديتي تاعها وما نخليوش في نفس الوقت الثوم هذيك حتى تحرق بهذه الطريقه. كنت رحيت 2 حبات طماطم كبار بالبراميكسور بعد ما كنت قشرتهم، وراح نضيفهم للخليط تاعنا هذا ولا الصلصه تاعنا بهذه الطريقه. نخليهم بعد ما نحركهم مليح نخليهم شويه شويه ديك الطماطم طيب. يعني الوصفه هذه ولا اسهل، طريقه سهله والبنه نتاعها كما قلت لكم بنينه يا البنات. الكالامار نقدروا نقدموه بعده طرق، من بينها هذه الطريقه هذه، من بينهم هذه الطريقه هذه. ونقدروا يعني نديروه بالرز، نقدروا نديروه قصدي بالرز يعني راح نطيبوا الرز ونطيبوه هو بعد ما نكونوا قصيناه. راح ندير لكم عده طرق يعني كل ما تتاح لي الفرصه باش نطيبو. هنايا عندي فلفل الكحل ونفس التوابل اللي درتهم، راس الحانوت وشويه تاع كزبر وفلفل عكري، درتهم في الصلصه تاعي. كيما قلت لكم كل ما تتاح لي الفرصه لانه الاولاد ما يحبوش ياكلوا الحوايج هذو يصمتولك. يعني باش في العرض ديري فرد حاجه تنوضي ديري 2 حوايج. اذا كنتوا تعانيوا من نفس المشكل تاعي ولا لا ما على باليش كيفاش. المهم هذا الماكله هذه ناكلها غير انا والزوج وهما كامل ما يحبوش ياكلوها. عييت قلت لهم اعطيو حق التجربه لكن والو.
شتوني هنايا كيفاش حشيتهم وحكمتهم بالكيردون هكا باش ما يسيحوش كي نكون طيب فيهم. بعد ما تكتكت هذيك الطماطم مليح، ضفت لها كميه من الماء الساخن وضفت هذوك الكالامار تاعي ونخليها تطيب بهذه الطريقه. هذه حاجه سهله. نغطي عليها ونخليها، نقص لها النار ونخليها تطيب في عقلها. الرز هذاك اللي كان بقى معايا من الحشو راح نضيفه لهذيك الصلصه، مانيش راح نطيشو، نضيفوا الصلصه هذيك ونغطي عليه كما قلت لكم ونخليها تدي حوالي 30 دقيقه هكاك، والكالامار تاعنا يكون واجد. راح نقدمه انايا بالطريقه هذه، وكل واحد كيف يحب يقدمه. واش نقول لكم يا البنات، والله صدقوني بنين بنين. جربوه وراح تشوفوا، عطيو كما قلت لكم حق التجربه، بنين هايل. نتمنى الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم، ونلتقي في فيديو مقبل باذن الله.